السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم مع بعض آه عن التوابل اللي احنا بنشتريها من السوق. طبعا ثواني هوريكم حاجة. بصوا ده فلفل، انا حطاه في التلاجة بس لما كنت جايبها شوية وخدت منهم شوية طحنتهم. بصوا ده فلفل الحصى مش بعمل صوت، هو لسه ده سليم. انا كنت جبته وخدت شوية وطحنتهم وشيلت الباقي في التلاجة عشان بخاف بره يخزز ولا حاجة. حتى لما انا طحناه برضو بحطه في التلاجة، باخد شوية لما بيخلصوا باخد غيرهم. طبعا احنا لما بنجيب التوابل كده حصى، اي توابل حصى، فلفل، كمون، كزبرة، اي حاجة حصى، وبنطحنها احنا في البيت احلى. ليه؟ لان الناس اللي هم العطارين بيعملوا ايه؟ الفلفل الاسود ده لما بيتطحن، عارفين بيزودوا كميته ازاي؟ بيحطوا عليه بقسماط ناعم. لو انتي حطيتيه في الاكل انتي مش هتحسي بيه، مش هتحسي ان ده جواه بقسماط، لان طبعا لما بيتطحن اي حاجه لو دخلت معاه طبعا هتغير لونها، هيتغير بسرعه، لان الفلفل الاسود بي بيكون ناعم لما بنطحنه. الكمون كذلك، الكمون عارفين الكمون فيه حاجة اسمها زهرة الكمون، بتكون ناعمة كده، هي ما تفرقهاش في الشكل، ما تفرقهاش عن الكمون العادي، مش ممكن تقدري تفرقيها، لكن في الريحة هتفرقيها. بيعملوا ايه بقى كده؟ مثلا يجيب لك الكمون ده، زهرة الكمون ديت، ويحطها على الكمون اللي هو العادي. شوفي يعني مثلا زهرة الكمون دي الكيلو منها يعملوا مثلا 30 جنيه، لكن نفرض يعني، وهو اكيد كده بالتقريب. اللي هو الكمون بقى اللي احنا بنستخدمه في الاكل، طبعا الكيلو منه بيعمل له 100 جنيه واكتر. طبعا في فرق شاسع في الاسعار. احنا دلوقتي يعني مش مثلا، انا عارفه ان في ناس ما بتكون مستعجله، مش عايزه تقف ان هي تطحن. في ناس مثلا ما عندهاش مطحنه. على فكره ممكن لما بتجيبي الحاجه تقدري تطحنيها، ممكن لو عندك مثلا الحاجه اللي زي الهون دي تطحني فيها، عندك الكبه بتاعت الخلاط تطحني فيها برضو. فالمفروض ان احنا نجيب التوابل كلها حصى، لان كل الحاجات دي هما بيضيفوا عليها حاجات تانية. يعني انا سمعت كمان يقولك ايه، بيجيبوا الكزبرة وبيحرقوها وبيضيفوها على الفلفل. شوفوا وصل لحد فين. يعني الكزبرة برضو رخيصة، طب وليه؟ طب ما احنا برضو كده بناكل حاجات بتضرنا احنا صحيا. ليه مفيش ضمير؟ ليه كده؟ ليه ما يبقاش عندنا ضمير؟ ازاي كده بتاكلوا عيالكم فلوس حرام؟ يعني انت يعني اي عطار ولا حاجة فرحان يعني لما دخلك مثلا 100 جنيه زيادة، لكن جايب الغش، مش جايب الحلال، جايب الغش. وربنا على فكرة ما بيباركش. طالما أنا مش ما بمشيش بما يرضي الله، ربنا مش بيبارك. والله ربنا ما بيبارك في الحاجة. هتكتر معايا الفلوس، لكن الله أعلم هتتصرف عليا. وليه؟ أنا راح أجيب الحاجة صحيحة أيا كانت، وإيه، وبعد كده أطحنها في البيت أحسن لي. اطحنها واحطها في اكياس واحطها في التلاجة، اخد شوية بره في المطبخ واخلي شوية يخلصوا اجيب غيرهم. والله العظيم مش ممكن لما بتجيبي الحاجة اللي هو الفلفل ده، لما بتجيبيه فريش وتيجي تطحنيه وانت بتحطيه على الاكل، والله العظيم مش ممكن، ريحته فظيعة. وريحته عشان هو فريش ريحته بتبقى باينة قوي، هو والكمون او اي حاجة. لكن الحاجات التانية دي والله العظيم بتشميها تلاقي فيها ريحتها كده مخززة، ما هو من الحاجات اللي هي متلخبطة عليها. فاحنا يا ريت ان احنا ما نشتريش حاجات مطحونة، نشتري حاجات صحيحة ونطحنها في البيت. مش هتاخد والله دقيقتين تلاتة وانت بتطحنيها.
ويبقى عندك. جيبي توم، جيبي توم حسن، مش لازم تجيبي ربع ولا نص. جيبي توم على قدك واطحنيه في البيت. توم ده من كمون، توم فلفل، توم كزبرة، واطحنيه في البيت، هيقعد عندك كتير. لكن طبعا البهارات بقى لازم نشتري مثلا اللي بيقولوا السبع بهارات ديت، لازم تشتريها من عطار موثوق منه، يكون مضمون. ومش لازم والله، ما احنا طول عمرنا بنحط الملح والفلفل، مش لازم. وبعدين كتر التوابل في الأكل مش حلو، بتغير الطعم على فكرة. نحاول إن احنا نقلل شوية، وربنا يحفظنا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.